اختار مكانك في دنيتك الأبدية يبقى فين. شوف انت عايز تبقى فين واعمل ليه من دلوقتي. حرفيا فعلا البني آدم ما بيفضلش منه غير السيرة بتاعته وأعماله اللي بيعملها، طبعا ده غير ذريته. بس أنا بتكلم في الحاجة الأساسية اللي انت بتسيبها لنفسك بعد ما بتمشي من دنيتك المؤقتة وتروح لآخرتك اللي هي دنيتك الحقيقية. دايما الناس بيطلعوا بيخوفوا كل اللي حواليهم من الآخرة، ومبيفكروش يقولوا لهم الحاجات الحلوة اللي هيعيشوها هناك عشان خاطر يعملوا ليها وإن آخرتهم تستحق. بدل ما تطلعوا ترهبوا الناس، تطلعوا تقولوا كلام انتوا ما بتعملوش بيه، وتطلعوا تدوا مواعظ أيا كان. واللي بيدخل يكتب كومنتات ولا بيكتب أي حاجة سلبية ولا بيقعد ينتقد واحدة ويقعد ينتقد واحد، بدل ما تعملوا ده وتخوفوه من آخرته، حببوه في آخرته عشان يعمل ليها. الآخرة مستحقة إننا نعمل كل حاجة حلوة ليها. وصلي خبر امبارح لشخص اتوفى، هو شاب بس متجوز وعنده أطفال. الحقيقة أنا حزنت عليه جدا، على العلم إن أنا ما شفتهوش، ما يربطنيش بيه أي صلة، بس يا سبحان الله على دعواتي ليه والأهله والمراته بالخصوص. دعوات غريبة طالعة من القلب، ربنا مسخر لساني ليه وليهم، لبني آدم لا اتعاملت معاه ولا شفته شخصيا ولا في أي حاجة تجمع ما بيني وما بينه. كل اللي يجمع بيني وبينه دلوقتي دعوة بقيت بدعيها له في سجدة صلاة، نسيت دعواتي لنفسي وما بقيتش غير إني بدعي له وبدعي لبابا وأموات المسلمين كلها. تسوى إيه في الدنيا لما ينقطع عملك من كل حاجة وتلاقي دعوات جايلك من ناس انت ما تعرفهاش بسبب عملك الخفي اللي بيظهر بعد ما انت تموت. عملك الخفي اللي بيظهر بعد انت ما تموت، اذا كان حلو ولا وحش. اعملوا الحاجة الكويسة في الخفة وفي الدرة عشان بعد ما تموتوا كل حاجة هتظهر والدعوات هتبتدي وانت مش هتتنسي. ابوس ايديكوا ما ترهبوش الناس من اخرتهم، حببوهم في اخرتهم عشان يعملوا ليها. ربنا يرحم امواتنا جميعا.